السلام عليكم. المجهول من التاريخ المصري أكبر من معلوم وفقا لكل الدراسات والأبحاث العلمية التي أجرتها ولا زالت تجريها البعثات الأثرية من مختلف الجنسيات. من بعض هذا المجهول بعض الأسئلة التي قد تأتي إلى الذهن: هل سيدنا يوسف عاصر الفراعنة أم أنه عاصر الهكسوس؟ ومين هم الهكسوس أصلا؟ طب مين الملك اللي عاصر سيدنا يوسف؟ هل المصريين القدماء كانوا موحدين ولا غير موحدين؟ وإيه الأدلة اللي تثبت الكلام دوت؟ يدعي البعض برضو إن سيدنا يوسف هو الملك يويا. هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ طب ليه سيدنا يوسف ما ظهرش له أي أثر أو اسم في الآثار المصرية؟ هل سيدنا يوسف عاصر الملك إخناتون كما يدعي البعض؟ وما هي حكاية لوحة المجاعة المكتشفة في أسوان اللي كانت بتحكي عن 7 سنين العجاب؟ كمان ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن دخل السجن مع يوسف فتيان ولم يشر إلى سبب دخولهم. مين هم الشخصين دول؟ موضوعات أثارت شغف كل الباحثين عن الحقيقة، والمحصلة إن شاء الله هنتعرف عليها في فيديو. خلينا نبدأ مع المسلسل الإيراني يوسف الصديق اللي كان بيحكي عن قصة سيدنا يوسف مستشهدا بالقرآن الكريم، مستشهد بجزء كبير من التوراة والكتاب المقدس والإسرائيليات والفارسيات، واللي كان طبعا فيها أخطاء كثيرة. المسلسل طبعا مرفوض جملة وتفصيلا لأنه لا يجوز أبدا تجسيد الأنبياء، لكن هنحاول نكشف الأخطاء التاريخية اللي ذكرت فيه. المسلسل بيدعي ويقول إن سيدنا يوسف عليه السلام ظهر في العصر الملك المصري إخناتون في الحضارة المصرية القديمة. طيب هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ إخناتون حكم مصر بالضبط حوالي 21 سنة، من سنة 1370 قبل الميلاد إلى 1349 قبل الميلاد. طيب سواء بقى كان التاريخ ده مظبوط ولا لأ، ولكن المؤكد منه إن إخناتون حكم في الأسرة ال 18. معظم المؤرخين المسلمين قالوا وأكدوا إن سيدنا يوسف عليه السلام لما دخل مصر دخل تقريبا في عام 1630 قبل الميلاد، وده يعتبر التاريخ الأصح الموثق لدى علماء كثيرين أجمعوا على ذلك من أهل العلم ومن أهل التاريخ. طب معناته إيه الكلام ده؟ معناته إن في فرق ما بينهم أكتر من 250 سنة. البرديات اللي موجودة في مقبرة إخناتون لم يذكر فيها أبدا عن سيدنا يوسف، ده أكبر دليل وإثبات إن سيدنا يوسف لم يظهر فعلا في عصر الملك إخناتون. إخناتون ده عاش في الأسرة ال 18، بينما سيدنا يوسف ظهر في الأسرة ال 15. طيب حكام بقى الأسرة ال 15 وال 16 وال 17 ودي المفاجأة كان هم الهكسوس. عزيزي المشاهد، الأسرة ال 15 لم تكن مصرية، أمال كانت إيه؟ جاية منين؟ كان نفسي الحقيقة أقول لك عزيزي المشاهد، ولكن الفراعنة كان عندهم عادة سيئة جدا. إيه هي يا أبو حميد؟ عمرهم ما كانوا يكتبوا عن أيامهم الوحشة، ما كانوش بيخافوا من الحسد. لو جيت تبص على توثيقهم للحروب تلاقي الملوك ما بتخسرش، كل اللي مكتوب انتصارات الفرعون. عشان كده لما نيجي نبحث على مين الهكسوس دول ما نعرفش عنهم حاجة، حتى اسمهم هكسوس، ملوك من أراضي غريبة. بعض النظريات بتقول إن هم من غرب آسيا. المهم يجي الهكسوس ويحكموا، ودي كانت فترة انتقالية يمكن تكون كانت صعبة على مصر. طيب قبل ما نكمل الفيديو لازم نعرف اكثر معلومات عن الهكسوس. اول معلومه لازم تعرفها عن الهكسوس هما الهكسوس او الملوك الرعاة، جماعات قدمت من غرب اسيا وبعض الجزيره العربيه من الشام والعراق والاردن وفلسطين، ووصلوا الى شمال سيناء وخدوا شرق الدلتا بالكامل، يعني المنيا، شمال اسيوط، بني سويف، الفيوم. وفي ظل ضعف حكام مصر وقتها قاموا بغزو الجزء الشمالي واسسوا عاصمه في الشرقيه تسمى في منطقه اسمها صان الحجر تسمى اواريس او اذاريس. الأسرة الحاكمة المصرية بقى كانت في طيبة اللي هي في الأقصر جنوب مصر، لكن من شدة قوة الهكسوس كانوا يعتبر مسيطرين على مفاصل الدولة، بس على الأرض هم مش محتلين مصر كلها، مسيطرين فقط على الجزء الشمالي الشرقي. طيب معلومة تانية كمان عايزك تعرفها هي إن الهكسوس كمان لهم أصول سامية. إيه ده؟ يعني إيه كلمة سامية؟ الشعوب السامية أو سيماتيك بيبول هي الشعوب التي يعتقد إنها من نسل سام ابن نوح والتي سكنت فلسطين والأراضي المجاورة، يطلق عليهم الشعوب السامية، مثل بني إسرائيل والكنعانيين والعاموريين والمؤابيين والأشوريين والعرب والأراميين والكلدان والأنباط.
تاني معلومة عايزك تعرفها، يعني ايه كلمة هكسوس اصلا؟ الهكسوس اصلها الكلمة مصرية معناها حقاو خسوت، واللي اتحرفت بعد كده الى حقاو او هكسوس، وترجمتها ملوك القبائل البدوية او الملوك الاجانب او الملوك الرعاة. العرب بقى اطلقوا عليهم لقب العماليق، وبرضه اطلقوا عليهم لقب الملوك الرعاة، بس المصريين القدماء اطلقوا عليهم لقب ملوك الاجانب او الملوك الرعاة او ملوك القبائل البدوية. معلومة كمان عايزك تعرفها، هي مدة حكم الهكسوس استمرت قد ايه؟ فترة حكم الهكسوس استمرت من سنة 1730 قبل الميلاد وحتى 1534 قبل الميلاد، وده برضو يعتبر التاريخ الأصح الموثق من قبل العلماء الثقات. يعني قعدوا في الحكم خلال 3 أسر تقريبا، هي أسرة ال15 وال16 وال17. التاريخ ده معناه ان سيدنا يوسف تقريبا ظهر في سنة 1630 قبل الميلاد كما ذكرت، يعني في الأسرة 15، يعني ظهر في وسط الحكم الهكسوسي لمصر. طيب معلش، ايه الادله اللي تثبت صحه الكلام بتاعك دوت؟ الدليل الاول، بعد قدوم اهل يوسف لمصر، اهله سيدنا يعقوب واولاده، بعد ان مكن الله ليوسف عليه السلام في ارض مصر وصار على خزائنها، ارسل الى ابيه واهله جميعا ان ياتوا اليه، والكلام ده كان تقريبا في عام 1600 قبل الميلاد. واقبل يعقوب عليه السلام باولاده واهله جميعا الى مصر واستوطنوها. ويذكر اليهود في كتبهم انهم استقلوا بناحيه من الارض اعطاهم اياها ملك الهكسوسي، اللي هو سكنوا في ارض اسمها ارض جوشن او ارض جوشن، لاند اوف جوشن، اللي هي حاليا تسمى وادي الطميلات ما بين الشرقيه والاسماعيليه. لو انت لاحظت هتلاقيها قريبه جدا لاواريث عاصمه الهكسوس اللي كانت برضه في الشرقيه. واللي ياكد وجهه نظر دي كمان الدكتور عبد الرحيم ريحان ما يؤكده في كتبه من البحث، والدكتور احمد شلبي في كتابه مقارنه الاديان صفحه رقم 57 بيقول ايه؟ بيقول الهكسوس والعبرانيون بمصر في القرون الاولى للالف الثانيه قبل الميلاد زحف الى مصر جماعتان ارتبط تاريخ كل منهما بالاخرى، وهاتان الجماعتان هما الهكسوس والعبرانيين. والهكسوس هم الرعاة العماليق، وهم قوم من الاعراب الذين ذكرهم القران الكريم فيما بعد قوله الاعراب اشد كفرا ونفاقا الى اخر الايه. بيقول ايه؟ وقد اجتاح هؤلاء الرعاة ارض مصر بسبب القحط في الجزيره العربيه، وكان ذلك وقت انحلال الاسره 13 الفرعونيه، واستطاع الهكسوس ان يسقطوا هذه الاسره وان يستولوا على السلطه في شرق الدلتا، وكونوا 4 اسر هي 14 وال15 وال16 وال17 وغيرهم من العلماء اللي اكدوا هذا الكلام. لكن لو كان سيدنا يوسف في عهد اخناتون كما يدعي المسلسل الايراني، وكما يدعي بعض الناس ان يقول ان سيدنا يوسف عصر الملك اخناتون، طب العاصمه كانت وقت الملك اخناتون كانت في طيبه، الاقصر بالجنوب مصر، فاكيد كان هيخلي اسرته يكونوا بالقرب منه في الجنوب. الدليل الثاني كمان، التوراه ذكرت في سفر التكوين ان يوسف كان بيركب العربه الثانيه خلف الملك. طب عند ايه يعني استفدت انا ايه بالكلام دوت؟ تعالى بس نقرا نص الكتاب المقدس بالضبط. في ملاحظه قبل ما نسرد، التوراه والكتاب المقدس هم فقط من يقولوا ان المصريين فراعنه، يعني اي حاكم مصري كان يطلق عليه لقب فرعون. طب هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ فرعون ده لقب ولا اسم شخص معين؟ الحقيقه ان هو اسم شخص معين، ولكن هنوضحه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بعنوان فرعون موسى ليس مصريا. هنوضح هل الكلام ده صحيح ولا لا. طب واحد يرد عليا يقول لي طب ما المشايخ يا عم بيقولوا ان حكام مصر فراعنه، هل الكلام ده صحيح؟ طيب اللي كانوا بيحكموا مصر قديما يسموهم الايه؟ الفراعنه. والقصه حين ذكرها الحق سبحانه وتعالى في الاشياء القديمه في قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا
فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالإيه؟ إذا حينما يتكلم الحق عن حكام مصر في القديم تكلم باسم مين؟ فرعون. وحين تكلم عنهم بمسألة موسى تكلم عنه إيه؟ ائتيا فرعون برضه. في حكاية يوسف ما جاش فرعون أبدا، جاء مين؟ الملك والعزيز والملك والعزيز. الحقيقة ان الكلام ده غير صحيح. لا يوجد نص في القرآن الكريم ابدا بيقول ويجزم ان كل حكام مصر كانوا واخدين لقب فرعون. بالعكس، ده فرعون ده اسم علم ومن القرآن الكريم وهنثبته ان شاء الله. نكمل بس قراءة النص. تلمس فرعون في يوسف انه رجل فيه روح الله انسان بصير وحكيم ليس مثله في الحكمة، اذا قال له انظر قد جعلتك على كل ارض مصر. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف والبسه ثياب بوص من الكتان الابيض ووضع طوق ذهب في عنقه واركبه في مركبته الثانية. وحط خط تحت ديت واركبه في مركبته الثانيه ونادوا امامه اركعوا. طب ايه اللي انت عايز تبينه لي يعني؟ لو انت تلاحظ ان اول ما نستخدم العربات اللي كان بيجرها الحصان او العجلات الحربيه كان هم الهكسوس، فده يعتبر دليل ان هو كان عاش عصر الهكسوس. الدليل الثالث كمان المصريين القدماء كانوا بيعتزوا بالعنصر المصري والسلاله الحاكمه ولا يسمحوا للاشخاص الاجانب ابدا بتقلد المناصب العليا، بعكس الهكسوس اللي اصولهم الساميه كما ذكرت تتقارب مع العبرانيين اللي منهم سيدنا يوسف، وعادي جدا انه يتولى منصب ذو شأن رفيع في الدولة. سيدنا يوسف كان يعتبر ماسك منصب رئيس الوزراء عزيز مصر. الدليل الرابع كمان معظم المؤرخين العرب والمسلمين ذكروا ان سيدنا يوسف عاشوا في عصر الهكسوس، وعلى سبيل المثال منهم الاستاذ الدكتور مصطفى محمود والاستاذ الدكتور عطيه القوسي والدكتور عبد الرحيم ريحان والدكتور ابراهيم مهران وشيخنا العظيم شيخ الشعراوي. وجاء ملوك الرعاة سموهم الهكسوس، سموهم ايه؟ ملوك الهكسوس الرعاة وحكموا مصر. وكان ده في الاسماء دي يوسف واخوه يوسف كانوا في خدمته. كل انبياء العبرانيين ابتداء من يعقوب واولاده نزولا لغايه ما نوصل لموسى دول جم مصر قبل عهد الاسرات، يعني في ايام الملوك الهكسوس. طيب السؤال دلوقتي، هو سيدنا يوسف ظهر بعصر انهي ملك؟ لو انت تمعنت كثيرا في القراءة هتلاقي الكلام كله على ملكين، الملك خيان اللي حكم تقريبا عام 1610 قبل الميلاد الى 1580 قبل الميلاد، وابنه الملك ابو فيس اللي حكم من 1580 قبل الميلاد الى 1540 قبل الميلاد.
دول اشهر ملكين في ملوك الهكسوس كلهم، واللي في عصرهم كانت الهكسوس كانت في قمه قوتهم. الجواب الاقرب للصحيح هو الملك خيان. طيب ليه؟ الحقيقه ان احنا نعتقد ان هو الملك خيان لان سيدنا يوسف تقريبا تولى منصب العزيز حوالي فتره 1600 قبل الميلاد، واخواته قدموا الى مصر عام 1608 قبل الميلاد او 1609 قبل الميلاد، يعني السنه الاولى او الثانيه من فتره الجد اللي تعرضت لها مصر، وقبلهم طبعا 7 سنوات من الرخاء. وطبعا كل الكلام دوت كان في سنوات حكم الملك خيان. بالاضافه كمان ان خيان هو الملك الهكسوسي كما ذكرت، هو الملك الهكسوسي الاشهر واللي عهده كان بيمثل العصر الذهبي لدوله الهكسوس. واكيد كان سيدنا يوسف عليه السلام كان له دور بارز في كده. كمان تاكيدا على كلامي انه كان في الاسره 15 ان القبائل البدويه والبدو الاسيويين ظلوا يتوافدون على مصر لشراء الحبوب اثناء فتره الشده، وكمان تداولوا اسمه وتماثيل له، واكتشفوا له اثار في الشام والعراق وبابل وكريت وجزر البحر حتى الاناضول شمالا. مش معنى الكلام ده انه احتل كل الاماكن دي، ولكن هم تناولوا اثار له في هذه البلدان. طيب في سؤال مهم جدا، فين اثار الهكسوس في مصر واثار سيدنا يوسف عليه السلام؟ ليه ما ظهرش اي اثر مؤكد لسيدنا يوسف عليه السلام في الحضاره المصريه القديمه؟ الحقيقه ان المصريين القدماء بعد التخلص من الهكسوس قاموا بتدمير معظم الاثار اللي تخص الهكسوس لمحو هذه الفتره السيئه من تاريخ مصر. الحقيقه ان المصريين القدماء كانوا بيحملوا كراهيه شديده جدا لاولئك الغرباء المحتلين بلادهم، وطبعا راح معها ذكر سيدنا يوسف عليه السلام. الحقيقه لو انت قعدت تدور تبحث عن الهكسوس في مصر مش هتلاقي لهم اي اثار ابدا. الناس الوحيده اللي بتذكر اثار للهكسوس هما المعهد البريطاني. المعهد البريطاني هو الوحيد اللي حاطط صور هذا الملك، بيقول ان هو الملك ده هو الملك خيان. والحقيقه ان الصور ديت مش مؤكده، ولكن مفيش مؤكد يثبت ان الهكسوس لهم اثار في مصر. مش هتلاقي. الحاجه الوحيده اللي ممكن تلاقيها اثر للهكسوس لمصر ومتفق عليه من العلماء المصريات والمعهد البريطاني هي صوره الملك احمس وهو بيقوم بغزو الهكسوس وطردهم من البلاد. طيب ايه الادله اللي تثبت صحه الكلام دوت؟ ايه الادله اللي تثبت ان الملك خيان هو الملك اللي عاصر سيدنا يوسف عليه السلام؟ طيب انا هذكر لك ادله ومن مصادر تاريخيه، من امهات الكتب، من المؤرخين المسلمين القدامى، التاريخ الاسلامي، وحتى من التاريخ المصري في العصر الحديث. نبدا مع بعض كده بالمصادر التاريخيه الاسلاميه. اول دليل افتح معايا كتاب تاريخ الامم والملوك للامام الطبري، المجلد الاول، تاريخ ما قبل الهجره النبويه الشريفه، صفحه رقم 114. بيقول ايه؟ بيقول ان اسمه اطفير. طيب اللي تابع منكم المسلسل الايراني، المسلسل بيقول ان عزيز مصر كان اسمه بوتيفيار. في اللغه العربيه بيقولوا اطفير، هي مختلفه شويه عن بوتيفيار بس هي المقصود بها. نكمل. ان اسمه اطفير وهو العزيز وكان على خزائن مصر، والملك يومئذ مين؟ الريان بن الوليد رجل من العماليق، والعماليق كما ذكرت هم الهكسوس. لو انت لاحظت بقى قال لك ان الملك هنا اسمه ايه؟ الريان بن الوليد، وده يتشابه كثيرا جدا مع نفس الاسم اللي احنا اخذناه، الملك خيان، ريان. تمام. طيب الطبري قال ايه عن ايمان هذا الرجل؟ هذا الرجل ده امن في الاخر ولا لا؟ قال بعض اهل الكتاب فلما تمت ليوسف
30 سنة استوزره ملك مصر، وهذا الرجل آمن. يعني الطبري بيقول إن الراجل ده آمن في الآخر، آمن بالله وآمن بسيدنا يوسف. طيب الدليل الثاني، افتح معايا كتاب قصص الأنبياء لابن كثير، بيذكر في كتابه: وكان الذي اشتراه من أهل مصر عزيزها وهو الوزير. وقال ابن إسحاق اللي هو محمد بن إسحاق، يعني ابن كثير بيستعين برأي محمد بن إسحاق، بيقول إيه؟ واسمه إطفير. وقال: وكان ملك مصر يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق. يبقى محمد بن إسحاق وابن كثير والطبري بيقول إن الراجل ده كان اسمه إيه؟ الريان بن الوليد. طيب محمد بن إسحاق وابن كثير قالوا إيه عن إيمان هذا الرجل؟ محمد بن إسحاق قال إن صاحب مصر الملك الريان قد أسلم، أي آمن بالله تعالى على يد يوسف عليه السلام. وابن كثير قال إيه؟ لما ولي يوسف عمل مصر دعا الملك الريان إلى الإيمان فآمن. وكمان بيستطرد كمان ابن كثير وبيقول معلومة كمان زيادة، بيقول إيه؟ ولاحقا وفي زمن موسى عليه السلام آمنت أيضا حفيدته. مين بقى حفيدته؟ دي المفاجأة، آسية بنت مزاحم ابن عبيد ابن الريان ابن الوليد. ده مين؟ حفيدة مين؟ حفيدة الملك الريان ابن الوليد اللي عاصر سيدنا يوسف عليه السلام. وحط المعلومة دي في ذهنك علشان هنستعين بيها إن شاء الله في الحلقة القادمة، حلقة فرعون موسى ليس مصريا إن شاء الله. الدليل الثالث كتاب بدائع الظهور في وقائع الدهور لابن إياس، الجزء الأول صفحة رقم 81، بيقول إيه؟ ذكر في كتابه: قال وهم بن منبه أن يوسف عليه السلام لما دخل مصر واشتراه وزير الريان المسمى قطفير اللي هو بوتيفيار أو إطفير، كان في زمن الريان وهو الذي رأى تلك الرؤية المشهورة وقصها على يوسف وهو في السجن، وهو الذي قال له يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض. يبقى ابن إياس بيقول برضه على الرجل ده اسمه إيه؟ الريان بن الوليد. طيب ابن إياس قال إيه عن إيمان هذا الرجل؟ لم يقل شيئا عن إيمان هذا الملك، ما قالش حاجة عنه خالص، ولكن قال على ابنه إنه لما مات فرعون مصر الريان استخلف بعده ابنه وكان جبارا عنيدا وأظهر عبادة الأصنام. ده ابنه مين؟ ابن الريان بن الوليد. تمام كده؟ طيب الدليل الرابع، افتح معايا كتاب الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة لابن ظهيرة صفحة رقم 15، بيقول إيه؟ كان بيتحدث فيه عن حكم العماليق الهكسوس لمصر، ويذكر كمان في نهاية صفحته: ثم ملك الريان اللي هو ملك مصر الهكسوسي صاحب يوسف عليه السلام. يبقى كمان ابن ظهيرة بيقول إن الراجل اللي عاصر سيدنا يوسف عليه السلام هو الملك الريان. طيب قال إيه عن إيمانه؟ قال: لم يؤمن الريان. هنا بقى الوحيد اللي اختلف معاهم، يعني ابن كثير ومحمد بن إسحاق وابن إياس والطبري قالوا إن الراجل ده آمن. الوحيد اللي اعترض، الوحيد اللي قال إن الراجل ده لم يؤمن هو ابن ظهيرة، بيقول إيه؟ لم يؤمن الريان فرعون مصر. وفي موضع آخر لما يأس يوسف من إيمان هذا الرجل الريان اللي هو فرعون مصر قال له يوسف: إني لا أستطيع مجاورة الكفار. وكمان ابن ظهيرة بيذكر في كتابه إن الملك اللي جه بعد الريان بن الوليد شخص اسمه كاغم ابن معدان، ثم هلك ثم جاء بعده سيدنا موسى عليه السلام. طيب الدليل الخامس، افتح معاك كتاب تاريخ أبي الفداء، بيقول إيه؟ بيقول: ولما مات العزيز الذي كان اشترى يوسف جعل فرعون يوسف موضعه على خزائنه كلها وجعل القضاء إليه وحكمه نافذا. طب قال إيه عن إيمانه؟ ودعا يوسف الملك الريان إلى الإيمان فآمن به وبقي كذلك إلى أن مات. يبقى إذن أبي الفداء بيقول إن الراجل ده كان اسمه الريان بن الوليد، وقال إن الراجل ده آمن بالله وبقي كذلك إلى أن مات. طيب الدليل السادس، افتح معاك كتاب ابن الأثير، بيقول إيه؟ ثم إن الملك وهو الريان بن الوليد. إذن ابن الأثير كمان بيقول إن الراجل اللي عصر سيدنا يوسف برضه هو مين؟ الريان بن الوليد. وكمان ابن الأثير بيحكي إن هو الراجل اللي شاف رؤية 7 بقرات سمان و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، وإنه جمع السحرة والكهنة حتى يفسروا له تلك الرؤية المشهورة يعني. طيب ابن الأثير قال إيه عن إيمان هذا الرجل؟ ويذكر ابن الأثير بأن الملك الريان بن الوليد لم يمت حتى آمن بدين يوسف، ومات ويوسف حي. يعني سيدنا يوسف عليه السلام عصره وهو آمن بيوسف، ومات وسيدنا يوسف كان حي، يعني سيدنا يوسف عاصر ملك تاني بعده. طيب ابن الأثير قال إيه عن الملك اللي جه بعد منه؟ قال عن الملك اللي جه بعد منه اسمه قابوس. طبعا الله أعلى وأعلم، أنا بذكر لكم كل ما جاء في الكتب، سواء كان الكتاب المقدس، سواء كانت التوراة، سواء كانت الكتب التاريخية الإسلامية. هم طبعا كلهم متفقون إن الراجل اللي عاصر سيدنا يوسف عليه السلام هو الريان بن الوليد، ولكن هم مختلفون في إيمان هذا الرجل. طيب آخر دليل السابع، كتاب قصص الأنبياء المسمى بعرائس المجالس للثعلبي، بيقول إيه؟ وكان الملك يومئذ بمصر ونواحيها الريان. يعني الثعلبي بيقول إن الراجل اللي عاصر سيدنا يوسف مين؟ الريان. بيقول برضو إن رأى ملك مصر الأكبر وهو الريان بن الوليد رؤيا عجيبة فهالته. وبيحكي برضو عن 7 بقرات سمان خرجن من نهر يابس و7 بقرات عجاف فابتلعت العجاف السمان فدخلت في بطونهن فلم يرى منها شيئا. يعني الثعلبي بيقول إن الراجل اللي عاصر سيدنا يوسف عليه السلام كان هو الريان بن الوليد، وهو اللي صاحب الرؤيا المشهورة اللي ذكرت في القرآن الكريم. طيب الثعلبي قال إيه عن إيمان هذا الرجل؟ بيقول إن الراجل ده ما مات حتى آمن بيوسف وتبعه على دينه، وقال إن الملك اللي جه بعد منه اسمه قابوس، وقال وكان كافرا فلما دعاه يوسف إلى الإسلام أبى أن يسلم. وطبعا في مراجع تانية كتير ممكن ترجع لها،
زي ابن عبد الحكم، زي المقريزي، زي المسعودي. كل الائمه دول اجتمعوا على ان الملك اللي عاصر سيدنا يوسف عليه السلام كان هو الريان بن الوليد، ولكن هم اختلفوا في ايمان هذا الرجل واختلفوا في الملك اللي جه بعد منه. تمام كده؟ طيب نخش بقى على المصادر التاريخيه المصريه في العصر الحديث. اول دليل، افتح معايا كتاب موسوعه مصر القديمه للدكتور سليم حسن الجزء الرابع، بيقول ايه؟ وتدل شواهد الاحوال على ان يوسف كان وزيرا لاحد الفراعنه الهكسوس في مصر. يعني الدكتور سليم حسن بيقول ان اللي كان عاصر سيدنا يوسف عليه السلام كان احد الفراعنه الهكسوس في مصر. الدليل الثاني كتاب قدماء المصريين اول الموحدين للدكتور نديم السيار، بيقول صفحه رقم 82: كما توجه يوسف بدعوى التوحيد ايضا الى الملك الهكسوسي، وقال البعض انه امن وقال اخرون انه لم يؤمن. طبعا ملخص كل الناس اللي انا ذكرتهم لك قبل كده من الطبري والثعلبي وابن كثير وابن محمد بن اسحاق وابن ظهيره. وكمان الدكتور نديم السيار بيذكر في نهايه الصفحه بيقول ان سيدنا يوسف عليه السلام كان من جنس او بيتكلم بنفس لغه وجنس الهكسوس. يعني سيدنا يوسف عليه السلام كان من الاراميين، والاراميون كان من جنس الهكسوس، ولغه يوسف عليه السلام كانت من الاراميه، واللغه الاراميه كانت برضه من جنس لغه الهكسوس. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. فهو الدكتور نديم السيار عايز يلخص ان يقول لك ان سيدنا يوسف عليه السلام كان نبيا مبعوثا الى الهكسوس، ودي حقيقه فعلا. كمان الدكتور نديم السيار ينفي شبهه ان الفراعنه كانوا غير موحدين بالله. بعض الناس بتقول ان الفراعنه غير موحدين بالله، غير مؤمنين، وان هم كهنه وكفره وبيعبدوا الاصنام. فنفى الكلام دوت وجاب الموضوع من الاول. قال لك سيدنا يوسف عليه السلام حين باعوا السياره للعزيز، طبعا الدكتور سليم حسن استعان براي المؤرخين وبدا الموضوع من اوله. قال لك ان سيدنا يوسف عليه السلام حين باعوا السياره للعزيز كان عمره 6 سنين. ويذكر ايضا عند خروجه من السجن وتوليه خزائن الارض كان عمره 30 سنه، يعني مكث في السجن 12 سنه، يعني دخل هو عمره 18 سنه وخرج وهو عنده 30 سنه، يعني مكث في بيت العزيز من 6 سنين ل 18 سنه. فتره المكوث ديت قعد يتعلم في بيت العزيز، كان درس في مدينه اون دي في عين شمس دلوقتي. والتوراه بتذكر ان سيدنا يوسف عليه السلام قد درس في جامعه اون حيث تلقى فيها العلم والحكمه. والقران الكريم قال كده برضه: ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما. حتى ابن كثير والطبري بيؤكدوا انه تلقى هذا العلم وهذه الحكمه بالتلقين والتعليم من بشر وليس بالالهام والوحي الالهي. سيدنا يوسف عليه السلام تعلم في جامعه اون القراءه والكتابه باللغه الهيروغليفيه، كما تؤكد التوراه كده. يعني التوراه كمان بتؤكد الكلام ده. كان التوراه بتقول ان مدينه اون كانت مدينه الحكمه والاديان. ولا شك ان سيدنا يوسف عليه السلام كان هيتعلم الكلام ده ويتتلمذ على يد اولئك الكهنه المصريين وتلقى فيها العلم والحكمه، الا وهو يعلم علم اليقين ان هم كانوا من المؤمنين الموحدين. كيف لسيدنا يوسف عليه السلام ان يتلقى العلم من ناس وهم كفره يعبدوا الاوثان ويعبدوا الاصنام؟ فدي فعلا حاجه تؤكد ان المصريين القدماء كانوا فعلا موحدين بالله. طيب بخصوص صاحبي السجن، مين هم؟ عايزين نعرف التاريخ قال عنهم ايه. هل كانوا من المصريين القدماء ولا كانوا من الهكسوس؟ هل كانوا موحدين بالله ولا غير موحدين بالله؟ ماذا ذكر التاريخ عنهم؟
طيب، في ملاحظة هامة وأخطاء ومغالطات تاريخية شائعة عن سيدنا يوسف عليه السلام. أول خطأ: هل سيدنا يوسف عليه السلام كان هو الملك يويا كما يدعي البعض؟ تاني خطأ: سيدنا يوسف عليه السلام يدعي البعض ان هو عاصر الملك زوسر بسبب لوحة المجاعة المكتشفة في أسوان. لوحة المجاعة دي صخرة منحوتة موجودة بجزيرة سهيل بأسوان، وكانت بتتحدث عن 7 سنوات من الجفاف والمجاعة لعهد الملك زوسر. في الجزء العلوي من اللوحة يقدم زوسر القرابين ل3 آلهة مصرية. هل سيدنا يوسف عليه السلام كان هيقبل الكلام دوت؟ كان هيقبل ان هو يقدم القرابين ديت للآلهة ديت؟ اكيد سيدنا يوسف عليه السلام كان هيرفض الكلام دوت. فده خطأ شائع على سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام لم يظهر ابدا في عهد الملك زوسر، وبعدين في فرق زمني كبير جدا. الخطأ الثالث: ظهور سيدنا يوسف عليه السلام في عهد إخناتون اللي هو إمنحتب الرابع. الكلام ده خطأ تماما وتزييف للتاريخ وعاري تماما عن الصحة. إخناتون مقبرته الموجودة لما تم اكتشافها وجدوا على جدران المقبرة سيرة إخناتون بالكامل، حياته، أعماله، حتى الأدعية التي كان يذكرها للإله، وأيضا كانت مسجلة ومكتوبة على جدران المقبرة الخاصة به، ومع ذلك لم يجدوا أي إثبات أو أي ذكر لسيدنا يوسف عليه السلام فيها. حابب أقول كلمة أخيرة: والله أنا اجتهدت، قد أصيب وقد أخطئ، والله وحده هو من يعلم الغيب، ويبقى ما في القرآن من الحقائق هو القدر المتيقن الموثوق فيه، وما عاداه فيعرض عليه، فإن وافقه قبل وإن خالفه رد. وفي النهاية أحب أشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.